السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا شوية نشاط بقى كده حلوين كده في المطبخ. هنعمل احلى روتين بقى النهاردة. القلقاس ده يا شباب، الحاج ربنا يبارك فيه ويبارك لكم في اولادكم وفي حبايبكم يا رب. كان جاب لي القلقاس ده بقى، كل سنة وانتم طيبين. هنخزنه مع بعض. بصوا، دي طريقتي وطريقة امي وطريقة اختي الله يرحمها. من سنين السنين نفس اللي احنا بنعمله ده. بجيب القلقاس، اقشره واقطعه زي ما احنا شايفين كده، اعصر عليه ليمونتين او شوية خل او شوية ملح المتاح عندك عادي خالص. واسيبه قيمة 10 دقايق كده. وبعد كده بحط عليه المية الدافية، المية الفترة كده يا ولاد، واسيبه في المية شوية. وبعد كده بغسله واحطه في مصفى واعبيه في اكياس. دي طريقتي وطريقة امي. يعني انا بصوا بقالي سنين على نفس الطريقة دي. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. في ناس بقى تقول لك ما بغسلهوش. ما اعرفش طبعا ازاي ما اغسلهوش وانا بقشره بيبقى كله، يعني زي ما انتوا شايفين كده بيبقى في حاجات اللي انتوا عارفينها دي يعني. تمام. فما ينفعش ان ما اغسلوش يا شباب. فكل واحد وطريقته، وكل واحد على حسب الطريقة اللي بيرتاح لها او ماشي عليها بقاله سنين. كده هسيبه بقى زي ما قلت لكم كده لقيمة 10 دقايق. وبعد كده احط عليه المية الدافية واسيبه شوية كمان. واغسل بقى واسيبه يتصفى في المصفى. وتعبي بقى على حسب افراد اسرتك. تمام يا حبيبة قلبي. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. نصلي على رسول الله. الكيلو يا ولاد ب25. الكيلو القلقاس ب25. ما كنا بنجيبوه ب5، بنخزنوه ب5 جنيه وب4 جنيه. دلوقتي ب25. ربنا يرحمنا برحمته. طبعا زي ما قلت لكم هنخزنه على حسب افراد اسرتك. يلا بقى نصلي على رسول الله كده ونبدأ بقى الروتين التحفة ده بقى في المطبخ. عايزة اقول لكم ما شاء الله ولا قوة الا بالله. في اليوم ده كنت مطلعة هعمل محشي مع اللي هعمله ده، فما لحقتش طبعا وتعبت طبعا. ده الرخامة دي جت لكم كانت مليانة على اخرها. وهي دلوقتي حاليا مليانة ازاي معرفش. يعني انا عندي بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله المطبخ كبير اللي انتوا شايفينه ده، وفي ورايا رخامة تانية محطوط عليها الصفات المواعين، ومحطوط عليها الفرن البوتاجاز. طبعا حبيت اوريكم هنا الازاز. طبعا اللي متابع فيديوهاتي، الازاز بتاع البوتاجاز اتكسر طبعا. وهو كده هنحط المفرش بقى السلك ده بتاع البوتاجاز يا ولاد. ما شاء الله. الغسالة دي كنت بقول لكم عليها، الغسالة اللي في الأوتوماتيك دي بقى. أنا صلحتها كتير. عايزة أقول لكم خسرت عليها أكتر من تمنها. الشاشة بتاعتها دي لقيتها ضربت مرة واحدة وأنا مشغلاها، فسبتها زي ما هي كده. واشتريت واحدة تانية اللي هي النص، اللي عارفين اللي هي النص التانية دي. طبعا الحيطة دي يا ولاد بتاعت الفريزر والتلاجة. قلت اغسلها وشلت الفريزر وشلت التلاجة اللهم صل على رسول الله. اللي على الفريزر ده طبعا شلته كله وغسلته. انا كنت سايباه يحمى لان ناس كتير نصحتني، قالت لي سيبيه على التلاجة. ما كنتش عايزة اشيله بس شلته عشان كان منظره مش حلو خالص. المكان اللي انتوا شايفينه ده يا ولاد مكان الديب فريزر. طبعا جبت الغسالة حطيتها تحت الرخامة كده، ووسعنا بقى. حطيت مكان الغسالة التربو وحطيت معاها ازايز مية كده جنبها. انا كنت بوريكم هنا الديب فريزر والتلاجة. ما شاء الله. ده المكان بتاع الغسالة. انا كنا طبعا عاملينه ما كانش متقفل بقى بالظرف بتاعتها. ده كان مكان الغسالة يا ولاد، والفتحة بتاعتها اللي كان واصل منها الخرطوم شايفينها معايا ها. غسلتها هي كمان وحطيتها. مسكنا بقى الرخامة. كنت انا غسلها من بدري وحطينا عليها المفرش اللي احنا هنفرشه ده مع بعض. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا كنت بقول لابو احمد يوم ما كنا جايباه ده من العتبه يا ولاد. كنت اشتريت واحد قبل كده منفصل، وعلى فكره طلع عيني قبل ما نضفته من على الرخام. فانا حاسه يعني مش عارفه، انا لسه ما جربتوش. حاسه ان ده هيكون افضل من اللي انا جبته من العتبه من فيصل. تمام. هنجربه وهجربه معاكم. بس انا قلت لو نزلت العتبة لان الخامة بتاعته عجبتني، قلت لو نزلت العتبة هجيب واحد تاني. مش عارفة كنت جايبة ب120 او ب125. مش عارفة مش فاكرة والله. بس هو ب100 طبعا حطيت المفرش ده على الحيطة كده عشان يدي المنظر اشيك من الاول. والحتة دي طبعا انا مخلية الحتة دي عشان الفرن. انا بشغل الفرن على طول، والسخونية بتاعة الفرن هتسيح معايا ال- المفرش اللي انتوا شايفينه ده.
غسلنا البوتاجاز طبعا ما شاء الله، وحطيت المفرش ده وفرشنا بقى المفرش تحفة يا ولاد، بسم الله ما شاء الله. ومسكت بقى الفريزر مسحته، ومسكت التلاجة مسحتها هي كمان، وشلت اللي على الفريزر كل اللزق اللي كان على الفريزر ده، او مش عارفة هو بيسموه ايه اللي كان بيحمي عنه ده. فانا شلته بصراحة. شوف المنظر بقى ما شاء الله. والغسالة حطيتها يعني ما شاء الله المكان بتاعها واسع 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 جدا. زي ما قلت لكم استغليته. شوفوا بقى قولوا لي رأيكم بقى في الجمال ده. لو عجبكم الروتين بتاع المطبخ كده، هعمل معاكم على طول، واصور معاكم في المطبخ، واصور معاكم بره في الصالة وانا بنظف وانا بعمل. بس انا مش بحب والله ان اجيب حاجة زي كده، بس لو عجبكم النظام ده هعمل معاكم. ماشي يا حبايبي، في رعاية الله.